أنا سمعت أن في نوع من الاحتجاج من جانب الوفد السعودي أو أخونا فيصل عبد الهادي وبين وفد القطري في اجتماع اللجنة الفنية اللي صار اليوم. أبي أسمع بس أبي أتأكد أكثر. هو أنا نتصل في رئيس وفدنا في اليمن سعد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد. ودي أن رئيس اتحادنا ودي بس نعرف وش الموضوع اللي صار أو اللي سوى، هل هو كلام صحيح إشاعة؟ ودنا نعرف إيش اللي صار بالضبط. بس لحظة ما توفر اتصال مع سعادة الشيخ. بس كلام خطير قاله اليوم ابو حسام اللي هو حق كابتن يونس محمود، اللي هو قال انت قوي علينا جولين، شلون يرضى ابو احمد شريده؟ معنا الشيخ حمد الحين. صباح الخير الشيخ ابو خليفه. صباح الخير. صباح النور. مرحبا لا خالد. ايش حالك يا ابو خليفه؟ الجماعه اللي موجودين عندك. الله يحييك. هارد لك على المباراه الاولى وان شاء الله التعويض المباراه الجايه. ان شاء الله وهذا في الجميع وان شاء الله تتعوض المباراه الجايه ونوعد ان شاء الله الجمهور القطري انه راح يشوفون فريق اخر غير اللي شافوه مباراه الكويت. باذن الله تعالى. ابو خليفه معليش انا جاتني بعض الاخبار بدي استفسر منها ان هناك في نوع من الاحتجاج او الزعل او النقاش الحاد في اجتماع اللجنه الفنيه اليوم صار؟ لا مش اليوم خالد، قبل مباراتنا مع الكويت اثير موضوع بعض اللاعبين الموجودين في المنتخب الكوري. ما كان في زعل ولا اي احتجاج، ولكن كان فيه اعتراض على طريقه تعامل بعض الاخوان في اللجنه، منها اللي هو التحفظ على جوازات لاعبين المنتخب القطري، وهذا غير ما لهم حق فيه. اذا كان هناك في تحفظ على اهليه اي لاعب للمشاركه في البطوله، في اجراءات المفروض اللجنه تقوم فيها، انها بعد ما ترسل الاسماء للجنه المنظمه، اسماء كل المنتخبات، اللجنه الفنيه يجب تتحقق من اهليه اللاعبين واصدار البطاقات. اذا كان في تحفظ على اي لاعب لا تصدر البطاقه، ويطلب بعض المستندات من الاتحاد الاهلي للتاكد من اهليه هذا اللاعب، ولكن التحفظ على الجوازات هذا شيء طبعا احنا ما نرضى فيه، وكان يعني تحفظنا على هذا الشيء. تحفظوا على جوازاتهم؟ ردت في نفس الليله. كيف؟ تحفظوا على الجوازات تقول؟ على الاهليه. تحفظوا على جوازات بعض اللاعبين، هذا احنا ما كان في اعتراض اصلا على ان هذا اللاعب مؤهل او غير مؤهل، هذه قصه اخرى. ما دخلنا في القصه هذه لان هذا حق من حقوق اللجنه الفنيه، وكان عندنا تحفظ على الاجراءات اللي قاموا فيها، لان كان المفروض تقول بعض الاجراءات. ابو خليفه معليش كلمه تحفظ يعني، بس ابو خليفه بعد اذنك انا اسف على المقاطعه. تحفظ يعني سحبوا الجوازات، خذوا الجوازات عندهم ما اعطوكم اياها؟ لا انا قلت لك تحفظ من قبلنا، ولكن هم مسكوا الجوازات عندهم، وهذا الكلام ما كان مقبول منا بالمره. لان لا اللجنه الفنيه ولا اللجنه المنظمه ولا اي اداره مرت علينا في اي بطوله انها تتحفظ على الجوازات، لان الجوازات صادره من الدوله، من اي دوله مشاركه، فلا يحق لاي جنس كان ان يتحفظ على الجوازات. كان اذا فيه اي او يمسك الجوازات بالاحرى عندهم، اذا كان في اي تحفظ على مشاركه اي لاعب كان من الاولى من البدايه ما يصدرون له بطاقه المشاركه. نعم. اصدار بطاقات اللاعبين او هذا اللاعب مؤهل او غيره، هذا موضوع اخر ممكن نخوض فيه، لان انا عندي اسماء كشوفات في اغلب المنتخبات اللي موجوده، المنتخبات الصغيره المشاركه، لم تطلب جوازاتهم او لم تطلب اوراق. ماش عفوا. صح ما تشوف شارع يا ابو خليفه. ما اسمع خالد. اقول لك ما تشوف شر ان شاء الله يا ابو خليفه. سلامات. ولا تشوف الله يسلمك. فانا اقول لك عندنا احنا اسماء كثيره من لاعبين المنتخبات اللي موجوده، نعرف اصولهم شلون، نعرف معلومات كثيره عنهم، ونعرف ان اللجنه الفنيه لم تطلب اوراق ثبوتيه مثل ما صار، او لم تتحفظ على جوازاتهم مثل ما صار مع لاعبين المنتخب مصر. ولكن مثل ما قلت هذا الموضوع اخر وهذه قصه ثانيه، ما في داعي ندخل في تفاصيلها الان، يمكن يجي وقت اخر ندخل في تفاصيلها. ولكن احنا كانت مشكلتنا الكبيره مع اللجنه في ذاك الوقت، وان شاء الله ما تكون مشكله، اللي هو ان اللجنه تحفظت على الجوازات، مثل ما قلت ما في لاي جنس كان ان يتحفظ على جوازات لاعبين المنتخب، سواء المنتخب القطري او غيره. نعم. لكن
على فكره خالد اوضح لك نقطه مهمه. انا سمعت اليوم انه اثير ان القضيه او الموضوع مع فيصل عبد الهادي، الاخ فيصل عبد الهادي عضو اللجنه الفنيه، نعم، اللي هو يعني عام الاتحاد السعودي، كانه هو اللي متحفظ او هو اللي ماسك الاجازات. فيصل عبد الهادي عضو من اللجنه، وليس في هناك اي احتجاج سواء من الاتحاد السعودي او اي اتحاد اخر. هي نعم. القضيه كانت مثل ما ذكرت لك من اللجنه الفنيه نفسها اللي هي تتكون من اعضاء من ممثلين من الاتحادات المشاركه في البطوله. من اللي طيب صاحب الاشكاليه ابو خليفه؟ سيار؟ من اللي صاحب اشكاليه بالاسم يعني؟ الكويت ايه الكويت مشتكيه؟ الكويت مشتكيه؟ خالد ما سمعت سؤال. الكويت لا مشتكيه؟ ما في احتجاج من دوله معينه مثل ما قلت لك. بس هي ليش سيار مسك الجوازات عنده؟ يعني بس اللجنه الفنيه هي اللي شيخ الله بالخير. اول شيء معك عبد الرضا عباس الله يسلمك. يا مرحبا. سؤالي بس بالتحديد، هل الكويت اشتكت ولا اللجنه الفنيه من كيفها سحبت جوازاتكم؟ لا، اللجنه الفنيه. ما في دوله احتجت، لان اي دوله لا اذا تحتاج بعد مشاركه اللاعبين في المباريات، وهذا اللي احنا تكلمنا فيه مع الاخوان. اذا كان هناك اي تحفظ او اي اعتراض من اي منتخب، اذا اللجنه الفنيه اصدرت البطاقات منتخب اي فريق مشارك شاف ان فيه تحفظ على اي لاعب ممكن يقدم باحتجاج، وهناك اجراءات تقوم فيها اللجنه الفنيه. لكن مثل ما قلت لك الاشكاليه كانت البدايه اللي تحفظ على الجوازات. ابو خليفه، اللي انا سمعت القصه طال عمرك الاتي، ان سيار عضو اللجنه الفنيه وهو يمثل البحرين هو من اللي اخذ الجوازات. ممكن توضيح بهذا الشان؟ اي خالد المقدر عبد الرحمن سيار. الشخص اللي الدكتور عبد الرحمن سيار هو امين عام الاتحاد البحريني، عضو في اللجنه، لكن انا ما اقدر اكد لك من الشخص اللي مسك يعني او اي شخص كان له الحق، لان اللجنه المفروض ان يكون عندها اجراءات معينه تقوم فيها. انا الان ما اتهم شخص بعينه، انا اقول لك انا ضد الاجراء اللي قامت فيه اللجنه الفنيه، لان هذا الاجراء خطا. يا شيخ حمد لحظه ابو محمد الله يخليك. واتمنى الى اي حد من الاخوان في اعضاء اللجنه الفنيه عنده الجرأه والشجاعه يدخل الان ويوضح الموقف اللي صار ويرد على اي كلام اللي قلته انا كان كلامي خطا. لان مثل ما قلت لك ان التحفظ على جوازات المنتخب القطري هذا غير مقبول بالمره. ولله الحمد الجوازات ردت وقت، يعني ما تاخرت اكثر من ساعه بالكثير. وبدون مسببات؟ ما اعطوك سبب؟ لا الحين السؤال يا شيخ حمد ان سعود بن عبد العزيز المهندي امين السر للاتحاد القطري موجود من ضمن اللجنه ولا لا؟ لا، سعود ما كان موجود. محمد مبارك المهندي هو موجود. طيب محمد مبارك المهندي هناك يقدر يناقش يعني ناقش محمد مبارك، تناقش معهم في اللجنه وقال لهم هذا الاجراء غير صحيح، وهو اللي اتصل فيني وبلغنا ان الاخوان في اللجنه قاموا بهذا الاجراء واحنا اتخذنا خطواتنا ورجعنا الجوازات في وقتها. ان محمد خلاص يعني انتهت.